بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين؟ تعالوا هنعمل اكلة شعبية جميلة كده. هنعمل فراخ ورز ابيض وجنبهم طبق بطاطس. اكلة من اللي احنا بنحبها، الاكل الجميل البلدي الاصيل بتاعنا. هنجيب الفرخة بتاعتنا، هنغسلها كويس قوي عشان نعمل شوية شوربة حلوين كده. ومعانا البوكيه اللي احنا شفناه هنضيفه مع الفرخة. وهنحط الفرخة بتاعتنا في الحل على نار هادية الأول علشان نلوحها. بنضيف بصلة وطماطماية، ورق لورا، فلفل أسمر، حبهان، التوابل الجميلة بتاعتنا اللي هتخلي الشوربة ليها طعم حلو. هنسيب الفرخة او الديك البلدي اللي معانا دهوت على النار حوالي 10 دقايق كده على نار هادية لحد ما يتلوح معانا. وهو بيبقى ينزل كده السوائل اللي فيه. ولو فيه دهون، الدهون ديت بتخلي الفرخ او الفراخ البلدي اللي هي كبيرة معانا ان هي تتلوح وتتكمر كده لوحدها شوية. بعد كده بقى لما بنلاقي ان الدهون او السوائل اللي في الفرخ بتاعنا ابتدت ان هي تنشف، بنضيف المية بقى علشان يبقى معانا شوية شوربة حلوين كده لهم طعم. ولما نيجي نشرب الشوربة نحس بطعم الفراخ اللي هي بتاعت زمان بقى اللي احنا بنحبها. ويبقى عندنا فراخ بلدي أصيلة بشوية شوربة نعرف نشربهم جنب الأكل بتاعنا. شايفين لون الشوربة الجميل؟ بسم الله ما شاء الله. وبتاخد وقتها بقى على البوتاجاز حسب طبعا ما بتكون هي حجمها مثلا قد ايه، او في الكبيرة في السن ومتربية قد ايه. بنسيبها لما تستوي. احنا شايفين خلاص ان الجلد اللي على الورك او على الظهر من ورا كان خلاص ابتدى ان هو يفتح، فكده خلاص معناها انها استوت معانا. بعد ما بتستوي بقى بنعمل جنبها رز ابيض زي ما احنا شايفين. بنقدم طبق البطاطس الشعبي الجميل بتاعنا، شوية شوربة، طبق مخلل، ليمونة خضراء. ونقول بألف صحة وعافية، وأحلى وجبة وأحلى أكل وشوية شوربة لهم طعم اللي هم بتوع زمان، بطعم بقى الأكل اللي كان بتعمله ستي وأمي. وبألف صحة وعافية يا رب.